السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد زاهر. النهارده ان شاء الله هتكلم عن مفهومين مهمين جدا، وهما البرودكت تيرم والسام تيرم. المفاهيم دي بستخدمها بشكل اساسي في تصميم الدوائر المنطقية. هشرح كل مصطلح بطريقة بسيطة وهشوف امثلة توضح استخدامهم، فركز معايا عشان الموضوع ده اساسي لفهم تركيب بناء الحاسب. يلا بينا نبدأ مع بعض. هنيجي هنا نتكلم عن اول حاجة وهي البرودكت تيرم. بيقول لي ان دي عبارة عن الاند بين المتغيرات، بستخدمها عشان امثل كل حاجة نتيجتها 1. طيب اول حاجة بستخدمها اند، فبتبقى عملية عندي ضرب وليس جمع. لو هنا الاور فخلاص هتبقى عملية جمع عندي، وبعد كده نتيجتها 1، فخلاص باجي على الاوتبوت هنا في كل حاجة النتيجة بتاعتها ب1 دي هتبقى معايا. بيقول لي هنا لو قيمة الانبوت اللي عندي طلعت بصفر بحط بار او علامة الكومبلمنت اللي فوق دي، اللي هو هنا طول ما الاوتبوت بصفر هحط كومبلمنت فوق. طيب هاجي هنا على اول حاجه، بيقول لي حاجه اسمها السم تيرم، ودي الطريقه التانية، دي بقى اللي انا بستخدم فيها الاور اللي هي بتبقى جمع عكس طريقه البرودكت تيرم. طيب بيقول لي هنا لو قيمتها بصفر انا خلاص بستخدمها في حاله ان الانبوت بتاعي طلع ب1. لو قيمه الانبوت ب1 بحط بار او كومبلمنت. فهنا هي عكس طريقه البرودكت تيرم بالظبط. طيب هنيجي هنا هتكلم بقى عن الخطوات بتاعتي. اول حاجه بستخدمها في السم اوف برودكت، بشوف فيها العمود اللي هو البرودكت تيرم والاوتبوت. اهم حاجه عندي هي الاوتبوت. ليه اهم حاجه؟ عشان بشوف هل هو بيساوي واحد ولا بيساوي زيرو. في حاله ان هو بيساوي واحد بكتب البرودكت تيرم بتاعي وبجمعهم. في حاله ان هو بيساوي زيرو فانا بكتب السم تيرم بتاعي وبرده بجمعهم. فهاجي هنا في طريقه السم اوف برودكت، خلاص طالما هو بيساوي واحد باخد البرودكت تيرم بتاعي واجمعه. اول خطوه بعملها ايه؟ ببص على الاوتبوت، لو القيمه بتاعته واحد فخلاص بكتب الناتج بتاعه. طيب الناتج بتاعه مثلا وليكن هو ده. باجي على الخطوه الثانيه ابسط العمليه اللي عندي دي، هاخد العامل المشترك اللي هو البي كومبلمنت، خلاص وافتح قوس تبقى الاي كومبلمنت زائد الاي. اي حاجه كومبلمنت زائد نفسها فخلاص ده هتبقى بزيرو فهتطير، هيتبقى عندي البي كومبلمنت وهي هنا ايه؟ في قيمه الصم. بعد كده هاجي على البرودكت اوف سم، دي نفس الطريقه بس عكسها. اول حاجه انا ببص على الزيرو مش ال1، بعد كده باخد السم تيرم واجمعهم، يعني هم عكس بعض. لو انا في طريقه السم اوف برودكت فخلاص ببص على ال1 وباخد البرودكت تيرم واجمعهم. لكن في الطريقه اللي عندي هنا انا بشوف الاوتبوت في حاله ان هو بيساوي زيرو فخلاص انا هاخد السم تيرم بتاعه واجمعه. اول خطوه زي ما قلنا بنبص على قيمه الاوتبوت، بعد كده باخد الناتج بتاع السم تيرم اللي هو هنا اهو، وببدا ان انا ابسط العمليه بنفس الطريقه. هاخد البي كومبلمنت عامل مشترك، بعد كده تطلع معايا بنفس الطريقه دي لان اي حاجه كومبلمنت زائد نفسها هتطلع بزيرو. نيجي نبص على المثال اللي عندنا هنا. عندي هنا بيقول لي عندي متغيرات الاي والبي والسي والام، وعندي الدي ده هو اهم حاجه عندي اللي هو الاوتبوت. اول حاجه عندي وهي الجدول ده. اول حاجه الارقام اللي فوق الجدول دي ثابته، 0 0 0 1 1 1 1 و0، دول ثابتين هنا بنفس الطريقه كده في كل جدول احنا هنرسمه. كمان عندي حاجه ثابته وهي ترقيم المربعات اللي عندي دي. طيب المربعات دي بتترقم ازاي؟ هنيجي نشوف هنا. هنبدا من اول الزيرو مش هنبدا من اول 1، خلي بالك. هبدا هنا 0 1، بعد كده بسيب الخانه الثالثه دي واروح على اللي بعدها، فهتبقى هنا 2 3، هنا 4 5، هسيب الخانة دي 6 7، بعد كده هنا 8 9 10 11، هطلع فوق تاني عندي هنا 12، عندي هنا 13، وهنا 14، وهنا ال 15. الترتيب ده او الارقام اللي مكتوبه في الجدول دي لازم نكون عارفينها او حافظينها، لان هو مش هيجي لنا اصلا. فاحنا طبيعي ان احنا هنعمل الجدول وهنرقمه، وكمان الارقام اللي فوق دي حفظ مهمه جدا. هنعرف دلوقتي ليه. اول حاجه انا عايز اعرفها ليه هنا 1 وليه هنا 0 وليه هنا 0 وليه هنا 1 وهكذا. ليه الجدول ده اتملى، ازاي اتملى بال1 وازاي اتملى بالزيرو. طيب هنيجي نشوف. احنا شغالين دلوقتي مثلا في طريقه السم اوف برودكت، فخلاص انا هبص على كل الوان اللي عندي هنا وهنا هنا، حددهم بس كده مع بعض، بعدين ناخدهم ايه واحد واحد. طيب هاجي على اول اوتبوت عندي وهو الواحد اللي فوق هنا. بيقول لي ان المتغيرات اللي عندي كلها هنا بصفار، فخلاص هرجع هنا عند الصفر وصفر 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 هحط 1. بعد كده هرجع شوف الوان اللي بعدها، بيقول لي صفر وصفر صفر وواحد، خلاص هرجع هنا صفر وصفر اللي هي اول واحده هنا، هاخد الصف الاول، الصف الاول هنا اهو، وبعد كده صفر وواحد هنا، خلاص يبقى هنا بالظبط كده بتساوي
واحد. بعد كده هرجع تاني، شوف الواحد اللي بعد كده هنا صفر وصفر واحد واحد، هرجع صفر وصفر اللي هو الصف ده، واحد واحد اللي هو العمود ده، هتبقى هنا بالظبط واحد. طيب نرجع تاني نكمل، شوف الواحد الرابع اللي عندنا هنا اهو، بيقول لي هنا صفر واحد واحد واحد، يبقى عايز اول حاجة هنا صفر وواحد، بعد كده الواحد والواحد هنا اهو، فهنا هحط واحد. بعد كده هرجع، شوف هنا بيقول لي واحد صفر وصفر وصفر، هرجع تاني واحد صفر وعايز كمان صفرين معاه، يبقى واحد صفر صفر صفر، يبقى هنا بالظبط كده. بعد كده هرجع تاني، هنا بيقول لي واحد صفر صفر واحد، خلاص انا عايز واحد وصفر وصفر وواحد. فهاي طيب نرجع نشوف، واحد وصفر هنا اللي هو الصف الاخير، وصفر وواحد اللي هو العمود التاني، هتحط واحد هنا. بعد كده هرجع افضل مكمل بنفس الطريقة لحد ما اخلص كل الوحيد اللي عندي. طيب هاجي هنا الواحد اللي عندي بيقول لي هنا واحد، هنا صفر، هنا واحد وهنا صفر. نرجع هنا بيقول لي واحد وصفر وواحد وصفر، خلاص هرجع هنا واحد وصفر وواحد وصفر، تبقى هنا هحط ايه واحد. بعد كده هرجع اكمل، بعد كده هنا بيقول لي واحد صفر واحد واحد، هرجع اشوف واحد صفر واحد واحد، فهتبقى هنا واحد. نكمل باقي عند هنا لسه واحد وصفر واحد واحد، واحد وصفر اللي هو الصف الأخير، واحد واحد العمود التالت، فهحط هنا واحد. بعد كده عندي واحد 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 صفر، هرجع واحد 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 وصفر اللي هو العمود الأخير، تبقى هنا واحد. هرجع تاني أجي آخر واحدة عندنا هنا أربع وحايد، خلاص تبقى هنا واحد 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 واحد، تبقى عند 15 هنا بواحد. احنا بنملى الجدول بنفس الطريقة. بعد كده طيب انا دلوقتي ليه اخترت طريقه السم اوف برودكت، مع اني اصلا المفروض كنت اختار البرودكت اوف سم؟ طب ليه المفروض اختار اشوف اللي عندي عدد الوحايد اللي عندي اكتر ولا عدد الاصفار عشان اخد الطريقه الاقل. انا هنا تعمدت ان انا اخد السم اوف برودكت عشان اوضح لكم الفكره، عشان اشوف بيجي ازاي بنفس الطريقه كده. فكل ما ناخد اكتر او كل ما نطلع اماكن اكتر فايه الطريقه هتثبت معانا اكتر. لكن هنا اصلا الصح ان اختار البرودكت اوف سم اللي هو ان انا ببص فيها على الزيرو، عشان عدد الاصفار اللي عندي اقل من عدد الوحيد اللي عندي. لكن انا اتعمدت ان انا اخد الطريقه بتاعه السم اوف برودكت عشان بس ايه نحل اكتر ونطلع اماكن اكتر، فالطريقه هتثبت معانا اكتر. طيب هنيجي هنا كل الاماكن اللي باقيه خلاص هحط فيها اصفار زي ما انتم شايفين كده في الجدول. انا دلوقتي هشتغل بطريقتين. هنا هو هنا محدد لي بيشتغل بطريقه السم اوف برودكت عشان محدد لي او واخد الجروب بتاعه الوحايد مش الجروب بتاعه الاصفار. لو هنا الجروب اللي عندي متاخد على الاصفار اللي موجوده فخلاص دي هتبقى البرودكت اوف سم، لكن هنا السم اوف برودكت. طيب تعالوا نشوف هو بياخد الجروب ازاي اصلا. المفروض الجروبات اللي عندي لازم يكون كل واحد واحد جنب بعض، يا اما اربعه يا اما تمانية وهكذا بنفس الطريقه. هنا عندي خد الاتنين اللي فوق دول مع الاتنين اللي تحت. حد يقول لي ازاي وهما مش جنب بعض؟ انا عندي مثلا هفترض ان المربع اللي عندي ده ورقه، خلاص انا الجنب ده بتنيه على الجنب ده كده بيبقى على شكل كوره. يعني انا لما بتنيه على بجمع الاربع اطراف هنا وهنا 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 مع بعض فبيبقوا على شكل كوره، فالاطراف اللي عندي دي بتبقى جنب بعضها، وهنا برضو بيبقوا جنب بعض. ده هما الاتنين 1، الاتنين وان اللي فوق دول مع الاتنين وان اللي تحت دول بيبقوا جنب بعض برضو، فخلاص دول هيبقوا اول جروب عندي. تاني جروب عندي وهو الجروب اللي بالشكل الاحمر ده، دول 4 وان واضحين جدا جنب بعض هم ما فيهمش اي مشكله، واللي تحت دول برضو 4 وان جنب بعض ما فيهمش اي مشكله. عندي هنا انا ممكن اخد الاتنين وان دول مع بعض وما اخدش 4 عادي ما فيش مشكله، لكن هنا الافضل ان انا اخد كل ما يكون العدد الوان في الجروب افضل اكتر تبقى افضل. طيب فهاجي هنا عندي اول جروب هنا اهو، بيقول لي الام 3 والام 7 وال11 وال15 دول طلعهم على اساس ايه؟ تعالوا نبص هنا عند زي ما رقمنا الارقام زي ما انتم شايفين في الجدول اللي فات. عندي هنا المفروض هيبقى 3، وعندي هنا المفروض هيبقى 7، وعندي هنا ال15، وعندي هنا ال11.
طيب انا بعملها ازاي؟ باجي على اول جروب، تعالوا ننضف الليله دي كلها عشان نفهم الحته اللي جايه دي مهمه جدا. طيب نيجي هنا على اول جروب عندي اللي هو بالشكل الاحمر ده، 4 1 جنب بعض، عايزين ناخد ارقام المربعات بتاعته. هنا 3 و7 وال15 وال11. فلو جيتوا هنا واخد اول جروب نفس الارقام دي. طيب جاب الارقام اللي جنبهم دول منين؟ اللي هم الزيرو والزيرو والوان 1 0 1 1 1 1 وهكذا. بنفس الطريقه دي جابها ازاي؟ هنا مثلا لو جينا على الثلاثه اللي عندي دي، هاخد الصف بتاعها وهاخد العمود بتاعها، تبقى 0 0 1 1. نرجع هنا نشوف عند الثلاثه 0 0 1 1. عند السبعه بقى هنا ناخد الصف بتاعها 0 1 والعمود بتاعها 1 1، فخلاص تبقى 0 1 1 1. بنفس الطريقه باجي على ال11 تحت اهي، هاخد الصف بتاعها والعمود، الصف بتاعها 1 و0، بعد كده 1 1. نيجي هنا نشوف 1 و0 1 1. الترتيب مش هيفرق طالما في نفس الجروب، هنا الترتيب مش هيفرق. خلاص باقي لي ال15 هتبقى 1 1 1 1 بالظبط كده. نيجي هنا نشوف ال15 1 1 1 1. طيب بعد كده انا هكمل في الجروب التاني بنفس الطريقه، هجيبهم بنفس الطريقه هجيب الارقام بتاعتهم هنا بنفس الطريقه، مش هنغير اي حاجه. طيب بعد كده انا طلعت مثلا كل الجروبات اللي عندي، ايه اللي بعمله بقى؟ باجي ابص على الارقام اللي عندي دي. في حاله ان الارقام دي، تعالوا نبص مثلا على الجروب التاني هنا كده، عندنا اعمده الارقام فيها مختلفه واعمده الارقام فيها متساويه. كل الاعمده اللي الارقام فيها مختلفه انا خلاص مش محتاجها في اي حاجه، حاجه على الاعمده اللي الارقام فيها متشابهه. طيب احنا عندنا الترتيب اصلا عامل ازاي؟ اكس واي زد ام، فده الترتيب بتاعنا اكس واي زد ام. باجي هنا على الجروب 1، كل المختلف شلناه مع بعضه، كل المختلف شلناه مع بعضه، خلاص اتبقى عندي هنا جروبين كلهم شبه بعض، هنزلهم بالحرف بتاعهم الزد والام، ودي هتبقى اول جروب عندي هنا في الاوت بوت. بعد كده هدخل على الجروب التاني، عندي الواي والزد شبه بعض هينزلوا زي ما هم. بعد كده في الجروب التالت عندي الاكس وعندي الزد شبه بعض فهينزلوا زي ما هم. وبكده نكون خلصنا الفرق بين الطريقتين، سواء البرودكت اوف سم او سم اوف برودكت، وحلينا عليهم وفهمنا الفكره بتاعتهم. وان شاء الله هسيب لكم الملف ده في جروب الشرح، وهسيب لكم لينك جروب الشرح في الوصف باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.